بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل متابعين قناتنا. يا رب تكونوا بخير. بعمل النهارده معاكم يا جماعه السجق كده على السريع، اللي هو زي المحلات بالبصل، اللي هو بنجيبه في سندوتشات الجاهزه، محلات الشبراوي ابن مصر، اي محلات جاهزه بتبقى حاطه فيه بصل. فانا بعمله كده معاكم النهارده بنفس طريقتهم. معايا طاسه سخنه اهي، فيها شويه زيت وحته سمنه صغيره، معايا بصل وفلفل رومي متقطع وطماطم متقطعه قطع صغيره، ومعايا السجق برضو مقطعاه حتت صغيرة. انا كنت دايما بعمل سندوتشات لما يكون فينو، مش بحط له بصل، بحط له فلفل بس وطماطم. فعملته بقى المرة دي كده بالبصل. زي بقيت يعني جربته زي السندوتشات الجاهزة اللي بتيجي بيبقى كله حاطط بصل، فعشان كده عملت معاكم المرة دي بطريقة بالبصل ده. ماشي اهو، نزلت بالبصل اول حاجة تشويحة صغيرة، وبعدين نزلت عليه بالسجق. طبعا السجق من الوصفات من الحاجات اللي بسرعة بتتعمل 10 دقايق بتبقى خالصة. ايا كان بقى سجق بالطريقة دي او بالبطاطس والصلصة اللي كنت عاملة معاكم قبل كده في القناة، ايا كان بصراحة هو من الحاجات السريعة. الواحد لو مستعجل بسرعة على أكلة غدوة سريعة بسرعة بيعملها. نزلت بعد كده بالفلفل، كله تشويح كده مع بعض. طبعا وادي الطماطم هي اخر حاجة بنزل بيها. وطبعا زي ما قلتلكوا، بس البصل ده جربته معاه لما بيكون عاملاه بالبطاطس وحطله صلصة زي الطبيخ جنب رز بالشعرية، بعمله بالبصل. لكن لو بيكون في سندوتشات بعمله بس بالفلفل والطماطم. هنا في معايا ملح وفلفل وكمون شوية كده من كل حاجة، لان طبعا السجق بيبقى متبل ومتبهر، يعني مبيبقاش محتاج توابل كتير. هحطله رشة بسيطة من جوز الطيب، رشة صغيرة قوي. فلما جربنا السندوتشات طبعا على طول بنجيب كل ما نجيب سندوتشات من اي محل بره لازم يبقى حاطلك على سندوتشات السجق دي بصل. فعملته المرة دي بنفس الطريقة، بما اني كنت هعمله سندوتشات مش عاملاه جنب رز ولا مكرونة يعني، فقلت بقى اعمله كده بطريقته. بس طبعا تشويحة كده كله مع بعضه بيخلص على طول، مفيش 10 دقايق، ما بيكملش 10 دقايق السجق ده. او الصدق بكلام على طريقة اسكندرية، بما اني موجودة في اسكندرية دلوقتي فبقول لكم الصدق زيهم يعني. فعشان كده بقول لكم ان هو بيخلص بسرعة جدا، ما زي اللحمة المفرومة حاجات وصفات كتير بتريحنا بصراحة ما بكوني مستعجلة على أكلة. طبعا حلو جدا بصراحة، جميل برضو بالبصل، طلع جميل برضو زي اللي بنجيبه من بره جاهز بالظبط. اهو كده خلص معايا. عامله لهم جنب بطاطس محمره، عشان قلت بقى ايه، بطاطس محمره وكاتشب وكده عشان خاطر هما يحطوه في سندوتشات. فحبيت اعمل معاكم الوصفه دي كده بسرعه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناه، واستنونا في وصفه جديده ان شاء الله. شكرا.